السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا فتاة بصحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات مفيهوش حاجات كتيرة، يعني كده روتين خفيف. بنغسل مع بعض المواعين، وكمان هنعمل مع بعض كده الغدا. انا حابة الفيديوهات بتاعتي ما تكونش طويلة، بس عشان ما تبقاش مملة. هنا كده اول حاجه كده عملتها، يعني كنت داخله ان انا احضر الغدا، فقلت ان انا اروج المطبخ الاول، وبعدين اجي كده ان انا اعمل غدا كده في هدوء، يعني ما تبقاش الدنيا حواليا كده فيها كركبه وفيها مواعين وفيها حاجات كتيره عايزه تتعمل مع بعضيها. فوقتها كده الاكل بصراحه بيتعمل من غير نفس. لكن لما بيكون المطبخ عندك نظيف، فبتيجي في تعمل الاكل كده وانت مرتاحه وهاديه، وبتعملي كده يعني بتعمليه يعني بنفس كده وبتكوني مرتاحه وانت واقفه بتعملي الاكل بتاعك، سواء بقى غدا عشاء اكل خفيف طبيخ ايا كان يعني. هو اهم حاجه عندك لازم يكون المطبخ عندك يكون نظيف، الرخامات بتاعتك تكون نظيفه، الحوض بتاعك يكون فاضي. كمان لما تيجي في تعمل الاكل لازم الطبق اللي انت بتستخدميه بتغسليه كده اول باول، بحيث انك انت اول ما تخلصي الاكل بتاعك خالص يكون الحوض فاضي. هيبقى معكيش غير بس الطبقين اللي انتوا تتغدوا فيهم، بس كده. فبعدها بقى حابه ان انت تغسليهم، يعني ولقيتي نفسك كده كويسه ومرتاحه. امين. لقيت نفسك مثلا تعبانه لا ومش قادره يعني وكده، عشان كلنا بيحصل معانا اول ما يعني ما بناكل كده الواحد بيحس بتقل وما بيعرفش يعمل اي حاجه خالص تاني بعديها. فعادي بيكون الموضوع سهل، عادي هيكون طبقين كده وخلاص. حتى لو غسلتهم بالليل قبل ما تنامي او تاني يوم، يعني مش هيجرى اي حاجه خالص. بس المهم ان طبعا ايديك يعني ايديك تكون في المطبخ على طول، او في المكان على طول، في بيتك او في شقتك، يعني عشان خاطر المكان عندك يكون نظيف والموضوع ما يكونش صعب عليك. فانا هنا ما كانش عندي حاجه خالص تتعمل غير هما شويه المواعين اللي كانوا عندي في الحوض، فقلت ان انا هغسلهم مع حبايبي، وبعد كده هدخل معاكم نحضر الاكل. هنا خلاص خلصت المواعين، وكمان مسحت البوتاجاز ومسحت الرخامات بتاعتي. بس معرفش التليفون فجأة لقيته فصل مني، عشان خاطر المساحة يعني وكده، في حاجات كتير عايزة تتمسح من عليه، عشان لما ابدأ ان انا اصور فيديوهات جديدة يعني يشيل معايا يعني وكده. لان هو بصراحة يعني الفيديو ده التليفون فصل بحوالي 3 4 مرات وانا بصور. المهم كده خلصنا المواعين وشطبنا المطبخ، خليناه زي الفل. هنبدأ ان احنا بقى نحضر الاكل كده في هدوء تام. هنعمل اكل النهارده؟ هعمل معاكم اكله كده بسيطه واقتصاديه. هعمل معاكم صينيه مسقعه كده باللحمه المفرومه. معايا كده اول حاجه هعملها كده بالبصل. انا ما بحبش يعني التوم، مش بحب التوم يعني. هو ال... الايام دي بصراحه التوم بيتعبنا في الاكل، فالبصل بحس ان هو مريح شويه، يعني ما بيتعبش، ما بيعملش حرقان في المعده والكلام ده كله. فاول حاجه كده جبت بصلتين، قشرتهم كده وقطعتهم قطع كده على ايدي كده على طول من غير كبة ولا اي حاجة. قطعتهم كده قطع صغيرة، وجبت كده الصينية اللي انا هعمل فيها، حطيت فيها البصل وحطيت فيها شوية من الزيت وحطيتهم كده على النار، وهبدأ كده اشوح البصلة بتاعتي لحد ما تدبل. بعد ما تدبل هنزل بكمية اللحم اللي انا هحطها كده في الصينية بتاعتي. في الوقت ده انا سايبه طبعا اللهم صل على حضره النبي، سايبه البصل على النار طبعا، بس ايدي فيه يعني. وهنا كده جبت كده الخضار بتاعي اللي انا هقطعه، الطماطم والفلفل والباذنجان والبطاطس، وهبدا كده ان انا اقطعهم عشان خاطر انجز في الوقت والموضوع ما ياخدش معايا وقت طويل. جبت وهنا كده برضو ايدي برضو في البصل، عشان لازم البصله تكون ايدك فيها كده على طول، عشان خاطر ما تتحركش منك يعني. وهنا جبت الطاسه بتاعتي، طبعا فيها الزيت، الطاسه دي بتاع اللي انا بجلي فيها على طول. ولحت عليها كده وسبت الزيت بتاع لحد ما يسخن، وبعدين نزلت كده بكميه البدنجان المناسبه يعني على قد الطاسه، وهبدا ان انا احمر البدنجان بتاعي. كمان جايبه طبق كده وحاطه فيه فرشه فيه مناديل، عشان خاطر اطلع عليه الحاجه اللي انا هجليها، البطاطس او البدنجان او الفلفل. احطه كده على المناديل، عشان خاطر يعني
المناديل يعني تشرب شويه كده من الزيت عشان يعني الاكل ما يبقاش فيه زيت كتير. بس كده. وهنا البصله بتاعتي خلاص كانت دبلت طبعا، ما خدتش لون، هي بتدبل بس. نزلت كده بكميه اللحمه. طبعا اللحمه على حسب اللحمه المفرومه على حسب انت ما بتحبي، يعني حابه تحطي كميه كبيره، حابه تحطي كميه صغيره كده اللي هي تدي طعم كده براحتك يعني. انا حطيت يعني اقل من الربع كيلو، يعني مش ربع كيلو، يعني ربع كيلو بس مش كامل. هنا كده طبعا، بس هي اللحمه كانت في الفريزر فانا حطيتها كده، وطبعا مهديه النار مع التقليب المستمر هتفك كده بالراحه. خلاص كده يا بنات، هنا طلعت الباذنجان بعد ما خلاص جليته. وهنا جبت الفلفل. طبعا الفلفل انا فتحاه وشايله القلب وشايله البذر منه، ومخليه كده الفلفلايه على نصين على 3 كده بالطول، يعني مش مقطعاها مكعبات صغيرة، لا مخليها كده بالطول. يعني بفتح وحدة الفلفل يا 2 يا على 3 كده بالطول، وبشيل اي بذر فيها. هنا يا بنات بعد ما شوحت كده اللحمة مع البصلة، واللحمة خلاص كانت يعني استوت. زي ما احنا عارفين اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت خالص في السوا. كنت قطعت كمية طماطم حوالي من 4 ل5 طماطميات كده. قطعتهم كده على ايدي برضو مكعبات صغيرة، ونزلت بيها كده على اللحمة. وهنا اللي في العلبة اللي معايا دي هرست الفلفل الأحمر، أنا عاملاها في البيت يعني، برضو بتكون حلوة. خدت حوالي كده معلقتين كبار، حطيتهم كده مع الطماطم واللحمة المفرومة والبصل. وهنا بضيف التوابل، ضفت ملح وضفت كمان شوية من الكزبرة الناشفة المطحونة. أنا بحب الكزبرة الناشفة في أي أكل. وكمان بحب كمان احط فلفل اسود بس مش كتير، عشان ما يبقاش الاكل بتاعي ما يبقاش حامي يعني وكده، واحنا ما بنحبش الحاجات اللي هي بتكون حامية شوية. بس كده قلبتهم كلهم مع بعضيهم، وسبت كده الطماطم والفلفل معايا كل واللحمة والبصل خدوا كده مع بعض لحد ما الطماطم ما دبلت معايا كده ونزلت المية اللي فيها. بعد كده هبدأ كده، كنت خلاص جليت البطاطس يا بنات عاملاها مكعبات. برضو البطاطس حمرتها في الزيت زيها زي الباذنجان وزي الفلفل. بس معرفش برضو، زي ما بقول لكم كده في اول الفيديو، التليفون فصل مني كذا مرة. جبت كده بطاطس حوالي 2 كده حبيتين كده كبار. غسلتهم قشرتهم كده وغسلتهم وقطعتهم مكعبات، يعني كأنك هتعملها في دمعة، وحمرتهم كده في الزيت. وبعد كده نزلت بالكمية كلها، الباذنجان والبطاطس والفلفل كده نزلت بيهم في الصينية بتاعتي اللي هي فيها اللحمة المفرومة والبصل والطماطم. بس كده برضو كده جلبتهم كده شوية مع بعض. هي خلاص يعتبر كل حاجة عندي مستوية، يعني البطاطس والباذنجان والفلفل كله مستوي، واللحمة كنت مسوياها مع البصل. فاللي هو بس كل حاجة تشرب من بعضيها، يعني كل حاجة تاخد وتدي كده مع بعضيها. وطبعا بظبط الملح والفلفل والكزبرة، ما بضيفش اي توابل تانية غير الحاجات اللي انا ذكرتها دي معاكم. بس يعني ما بحطش لا بهارات لحمة ولا الكلام ده كله، عشان خاطر طعم الصينية بتاعتي ما يبقاش يعني يكون طعمها كده غريب، فاهمني؟